الاسم صدام عبد الحميد حجي. الحركي حيدر. السكن محافظة الحسكة، مرقدة السعدة. نشأت بهاي القرية مواليد 1980. تربيت بين 8 أخوة و18 بنت. درست بمدرسة القرية حتى وصلت الصف السادس، بعدين انتقلت على المرحلة الإعدادية، وصلت للتاسع، مرتين ثلاثة أعيد التاسع. كان في علينا نقاط من النظام السوري، لأنه أخوي كان دكتور شريعة، فكان ما يريدون النجاح أكثر شيء. يعني مثلا نقدم على وظائف أو مدارس ما بيخلونا نطلع، ففهمت شيء أنه ما راح أستمر، فتركت التاسع وطلعت على لبنان. بلبنان اشتغلت بشركة ال جي. بلشنا بالعمل بالبداية كعامل عادي، بعدين صرنا نترفع على الإلكترونيات، لحتى ظليت تقريبا 4 سنوات بهاي الشركة، حتى أخذت من عندهم شهادة إلكترونيات برمجة بالكمبيوتر والصيانة. رجعت من لبنان، مسكوني على الحدود. كان مطلوب للجيش. خدمت 2.5 بالفرقة 11 باللواء 60 بحمص عند النظام السوري. المعاملة اللي كنا نمر فيها بالجيش عند النظام يعني معاملة سيئة جدا، ما في عندك ولا حتى تقدر تحكي كلمة. مسبات، غلط. النظام كان مستبد على دائما انه الشعب مجرد من القطيع الحيوانات وليس بشر. خلصت الجيش، رجعت على لبنان. بال2011 صارت مظاهرات بسوريا. طبعا شاركت بالمظاهرات بالشدادي. قام حمل الأمن العسكري باعتقالات. فريت أنا مدة 5 أيام، لكن مسكت. ما في مكان تروح عليه، يعني إنه متى تتخبى فيه أو تلجئ فيه تحمي حالك من النظام. مسكت. بأثناء الاعتقال إلي إجا أمر من المحافظة بالحسكة إنه تهدئة الوضع بالمنطقة. المعتقلين طالعوهم، هدوا الوضع. طبعا أنا كان دوري عملت إضراب بالشدادي. هم قتلوا بأيام المظاهرة، صار في قتله، فأنا طلبت إنه بكرة إضراب بالشدادي، وفعلا تم الإضراب. فهم صار رصيدهم الحقد والكراهية إلي عندهم صارت كثير قوية. فلما اعتقلني قال لي احنا كنا بدنا نصفيك، انتوا عبيت تاريخكم معروف، انتوا ما تحبوا الدولة، انتوا ما تحبوا بشار، انتوا ما تحبوا انتوا. فاجى بهاي الاثناء اجى تهدئة الوضع وخروجنا. فقمت طلعت. فبطلعتي التزمت البيت، ما في مكان بدك تروح عليه، يعني النظام حاصرك. لحد ما صارت معركة الشدادي، بأيامها جبهة النصرة والجيش الحر. سفكوا من الدماء ما فيه الكفاية، على أساس إحنا طلعنا بحرية، لكن هن عندهم الحرية اللي إحنا ما فهمناها. إحنا طلبنا بحرية، لكن هن عندهم حرية إحنا ما فهمناها. شو هي الحرية اللي عندهم؟ فصار سفك دماء وقتل ناس أبرياء كثير. ناس كانت متعاملة مع النظام قتلوهم. يعني الشدادي شهد كثير مجازر مختفية، لحد ما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية داعش بال2014. فصارت بيناتهم الحساسية بين تنظيم داعش وبين جبهة النصرة. طبعا هون قضوا على الفصائل الجيش الحر، قضوا عليها.
ما خلوا حدا منهم، قضوا عليهم، اللي انصار معهم انضم معهم، واللي قتلوه قتلوه، واللي اعتقلوه اعتقلوه. حتى ظهر تنظيم داعش. هون لما ظهر تنظيم داعش عرفنا انه الحريه اللي احنا كنا نطالب بها غير هن اللي يطالبوا فيها. شلون يعني؟ يعني هن عندهم حريه انه الدين، انه القتل، يعني الذبح، ما في عندك اي حريه. واحنا كنا نطالب بحريه، حريه رايك، حريه العقل، حريه المراه، الحريه انك تعبر عن رايك. فظهر تنظيم داعش وصارت المعارك بيناتهم لحد ما بلش تنظيم داعش قتل بالعالم. هون بدنا من يخلصنا منهم، يخلصنا من داعش. النظام السوري ما يقدر. حتى اجى الرفاق، انضمينا. أنا تعرفت على الرفاق من 95 1995. أنا من سكان الدرباسية كنت. حتى عن فكر القائد كانوا يجوا ينطوا بالبيوت. طبعا أنا كنت طفل، يعني عمري تقريبا 14 أو 13 سنة، وأنا من سكان الدرباسية. فتعلمت منهم، تعرفت على صورة القائد عندهم. كنت أشوف بنات كانوا يشيلوا صورة القائد، أقول له مين هذا؟ يقول له الأبو. مين الأبو؟ قالوا هذا القائد، انت ما تعرف. حتى ظليت الا وصلت انه القائد القائد القائد. انا شو فكرت بالبدايه انا صغير، يعني انه في رئيس سوري ثاني بس كردي. انا ما بعرف. حتى اتذكر في بنت اسمها جيهان قالت ابرك انا احكي لك. القائد قائد حركه، قائد حركه ثوريه، قائد حركه تحرير مرأة وتحرير رأي وتحرير. هون عاد انا بلشت افهم شو هي القصه. فلما اجوا الرفاق انا فورا انضميت، لانه عندي اطلاع من قبل عن الرفاق. انضميت كانت ب 12/6/2016 انضميت للرفاق. عملت دورة عن السلاح، عن التدريبات. ظلت مدة شهرين دورات نعمل، مع انه احنا عندنا خبرة بالسلاح وكذا، لكن هن عندهم خبرة اكثر. بده اياه يعني مثلا انت يكون علموك على البارودة مثلا، لكن لازم تتعلم على القاذف، تتعلم على البيكيسي. يكون الرفيق اللي بجنبك رامي قاذف، استشهد انت تنوم مكانه، او على المضاد، او على القنص، على دراغانوف. فهني كانوا ينطونا كثير، يوعونا اكثر. ب 21/5/2016 كانت موجودة هاي الحملة. لما وصلنا هنيك شفنا رفاق ورفيقات سلموا علينا بكل احترام وكل محبة. كانوا موجودين معنا، الرفيقات اليبجي معنا. الرفيقات اليبجي معنا، يا على يمينك يا على يسارك. تنطيك قوة ودافع لما أنت تشوف رفيقة عم تقاتل. يعني حتى لما تتصاوب تحس إصابة عادي، يعني تطلع أنه رفيقة يبجة عم تقاتل. يعني كان كثير عمل بطولي. بالعكس ما كان عندي عن رد الفعل أن تنطيني قوة، تعطيني شجاعة أكثر، إنه اللي قدامك ولا شيء، مهما كان هو قوته واستطاعته ولا شيء قدامك. فتنطيك دافع، تنطيك قوة. وكانوا شرسات جدا قد ما كانوا كويسات وكذا، بس شرسات بالقتال. عندهم روح القتال شيء عالي جدا. تفاجأت بالروح القتالية،
وبالروح المعنوية لما نخلص قتال ونقعد على الاستراحة كان الأكل أفضل أكل، المي أفضل مي، علاجنا مثلا أدوات طبية تكون هاي مستلزمات طبية معنا. الدواعش أكثر هجومهم كان علينا بالليل، الواقعي هو هجومهم كان علينا أكثر شيء بالليل، بالنهار ما بيهاجمونا، بالليل يهاجمونا. المنطقة اللي نفوت عليها أو القرية اللي نفوت عليها نحررها، النسوان الأطفال فعلا يعني منظر محزن، منظر محزن، تحس حالك أنت المخلص، كأنه رفيق أو رفيقة أو أنت تحس حالك أنت أنجزت عمل كبير جدا. لما يقول لك ذبحونا قتلونا جوعونا، تحس حالك أنت فعلا أنك بالسماء مو بالأرض. أنا صارت معي مرة تلقتني جت لعندي تمشي، قالت داخلين عليكم لا تخلوهم يفوتون، ذبحونا، ذابحين ابنها ما أعرف يمكن ابنها أو ابن بنتها، فقالت قتلوه وذبحوه، اتهموه انه عميل للنظام من هذا الحكي. فصارت الزخرت وتهلق، قلنا لا ما عاد يجون المكان نفوت عليه، احنا ما عاد يقدروا يفوتون، ما يفوتون. فعلا فورا من ناخذ القريه هاي نعمل تحصينات دشم، نثبت مواقعنا، نعمل تحصينات قويه بحيث انه اذا يهاجمنا ما يكسب لنا شيء. ضربوا السيارة للرفاق، عطبوا الدولاب، فهم استغلوا سيارة الرفاق فاجوا بها. الدشمة اللي كانت موجودة الرابعة قبل كونيكو، فقتلوا الدشمة كامل قتلوهم. صارت عمليات كثير. بالنسبة نفوت للقرية، برادة شاي مفخخ، برادة شاي، باكية الدخان مفخخة، ما في شيء مفخخينه، قنينة الغاز، طنجرة، ما في شيء مفخخ. يعني حتى مرات هن كانوا يسووا على شكل حجرة لكن هو لقم عبوة. كان الرفاق أكثر معنا يمشوا يقول اوعكم تلمسوا أي شيء، خلاص خليك منتبه، لا تلمس شيء خالص، يد الباب تفتح هيك انفجر الباب عليك. مشاركتي أنا كانت مشاركة فعلا مدفوعة من ذاتي من قلبي، ما دخلت أنا مشان راتب أو مشان، لا، إنه فعلا نريد حرية شعب، حرية رأي، تحريرنا من هذا التعصب الديني المتشدد. ما حدا منعك إنك ما تصلي، لكن ممنوع إنك تقتل غيرك. أنت حر، بدك تصلي صلي، ما بدك تصلي هذا أنت شانك. الوطن للجميع والدين لله، هذا وطن للكل، للمسيحي ولليزيدي وللدرزي وللعربي وللسرياني وللشيعي، لكل هاي المكونات. هلا عندنا هون احنا بمناطق شرق الفرات لحد الان الحمد لله انه احنا عايشين مع بعض، كردي ومسيحي وعربي وسرياني ويزيدي، وما في يوم سمعنا كلمه انه هذا شو دينه، ممنوع خلاص. فاحنا بمشاركاتنا دائما بالقتال والمعارك هن كانوا يحاولوا يوقعوا اكثر عدد قتلى وشهداء منا، لكن كانت عزيمتنا اكثر، العدد يزيد. فمعارك كانت طاحنه وقويه. بالنسبه لنا احنا اذكر قريه بريها قبل منطقة الصبحة، فهي القرية كان من الصعب لأنه الأغلبية كانوا منضمين لداعش، فعملوا الرفاق اختراق أمني لهاي القرية لنعرف عدد الدواعش قديش، تسليحهم، شو عندهم من السلاح، عندهم مفخخات. فاستمر معنا هذا العمل لمدة يمكن 5 أيام أو 6 أيام. حاصرنا القرية
الرفاق أكثر الأحيان يقول أنه نحاول نبعد المدنية عن خطوط النار، عن الجبهات، عن الصادرية. حاول أنه المدني ابعده، لا تقرب عليه، مع أنه أكثر الأحيان كانوا يحطوا المدنية درع بشري. فبهاي القرية صارت صعوبات كثيرة. الأغلبية كان معهم، حتى النسوان كان معهم، حتى النسوان كان معهم. فقمنا بعمل كثير دقيق وكثير أتعب عقول الرفاق لحتى قدرنا نكسر التحصينات ونسحب المدنية لبرا لحيث أن نسيطر على داعش. طبعا بدخولنا للقرية أطرافها شاركنا الكل وبكل الطوائف، من يزيدي من درزي من مسيحي، كله كان موجود على الجبهات، الكل كان موجود. وشاركنا بكل القتال، شاركنا. ما هو شرط انه انت تظل على البارود، انا كنت ايامها ارمي على المضاد. الهدف اللي يرمي علينا مثلا طلع من غرفه ضربت علينا غادف او هاون، خلاص بدنا نستهدف هاي الغرفه. فكان عندنا حماس كثير قوي، يعني حتى انه كنا نقول لبعض لما نقعد على استراحه الاكل او الشاي، نقول لهم اذا هاي القريه ما اخذناها داعش بده يتقوى اكثر، يتقوى علينا اكثر، نحاول ناخذها. كل قريه هيك نساوي. ليش؟ لانه اذا احنا ما قدرنا ناخذها خلاص بده يتقوى علينا. فحاول دائما نكسر تحصيناته. شاركت بالنسبه انا طبعا مره تحاصرنا انا ومجموعه من الرفاق، لكن ما تم الحصار اكثر من ربع ساعه ونص ساعه، واجوا الرفاق طالعونا. طبعا قتلوا المجموعه اللي حاصرتنا وهي دواعش. تحررت المنطقه، بس يعني القريه كانت تعدادها يمكن حدود ال 4000 او 3000 نسمه، ما لقينا جزء يمكن ما بها 10 اشخاص. الكل مشي، الكل هرب باتجاه الباغوز، اتجاه الباغوز راح. احنا قدر امكاننا انه نبعد الاطفال والنسوان. اكثر شيء كان الاطفال والنساء انه نبعدهم، ما نحاول انه يصيبون شيء بالمعارك. انا لما انزل استراحه احنا نسميها استراحه محارب او استراحه مقاتلين، نرتاح. طبعا تجي الجيران الاصدقاء يسلموا علينا، كيف كان دوركم، شلون كنتوا بالمعارك؟ قل له والله الحمد لله. يا اخي شلون داعش قدرتوا عليهم، هذول ارهابيين كذا. وقل له دائما في استراتيجيه للمعارك وفي تخطيط للمعارك. المعركه ما تجي بالطريقه الهمجيه، بده يكون فيها لها استراتيجيه وفيها لها قاده يخططون لها بحيث يفوزوا بالمعركه باقل الخسائر. فاحنا الحمد لله يكون معنا رفاق يخططوا لهاي القريه او يخططوا لهاي البلده، ما تطول معنا يومين 3 10 شهر، بدنا ناخذها بدنا ناخذها، خلص عندنا اراده بدنا ناخذها. احكي لهم اكثر احيانا اقول لهم انه معنا رفيقات يبجه بنات تظل على القنص مثلا فوق السطح فوق 8 ساعات ما تتحرك، ولو احنا الشباب بدنا نتحرك يعني شعل سيكاره وكذا، هي ما تتحرك ولا حتى يعني بالصفر بالساعه يجوز ترمش عينها او ما ترمش، تقول لك خلاص انا عندي هدف خلاص. فعندهم نحكي لهم انه عندهم الرفاق روح كثير كويس. قولوا لما نبرك على الاكل شلون نضحك ونحكي نمزح، مرات نكون نعتاز ذخيره من بعض، ناس تعطي ناس تغطي على ناس، مثلا الرفاق يغطون على رفاق، انا بدي اطلع على الشارع الثاني غطي علي، في قناص بدي اطلع غطي علي يغطي عليك. مو شرط يكون رفيق، يكون رفيقه تغطي عليك، هي بدها تقطع على مكان ثاني يغطي عليها. هذا هو الشيء اللي كان يحببنا بالمعارك، انه في بيناتنا روح معنويه للقتال.
الحملة الثانية كانت بالدشيشة، دشيشة أبو حامضة على الحدود العراقية السورية. كان التنظيم حافر خنادق، حافر خنادق كثيرة من تذخير، من مواد أكل تموينية، مخابئ كثيرة. كان بالنسبة للدشيشة أتعبتنا كثير، لأنه كانت أرض مكشوفة وكلها كانت خنادق قريبة للحدود العراقية، وكانت فيها المعارك جدا جدا كانت صعبة، وخسرنا رفاق كثير بالدشيشة، أسرنا منهم كثير، قتلنا منهم كثير. بالنسبة للدشيشة كانت مدرسة السراجية المدرسة اللي كانت هي أكثر شيء تحصينا تحت الأرض. هي المدرسة من برا مهدمة، لكن هي من تحت كانت كثير محصنة بسواتر ترابية. كانوا يضربونا بالهاون، حتى كان مدفع 130. كبدناهم خسائر كثيرة بهاي المدرسة، لحد ما الرفاق أخذوا قرار إنه هاي المدرسة لازم تخلص. كل ما بدنا نرمي على المدرسة بالمدفع، الرفاق يقولوا طولوا بالكم نتوقع فيه أطفال ونسوان بهاي المدرسة. وفعلا طلع فيه نسوان وأطفال من الجنسية العراقية. لما أنا حكيت قلت إنه التنظيم أكثر أحيان كان يحط دروع بشرية، صح دروع بشرية كان. حاصرنا هاي المدرسة كثير وأتعبتنا كثير، لكن الروح المعنوية عندك للقتال ما في شيء صعب وما في شيء يتعبك. ظلت محاصرة هاي المدرسة أكثر من شهر و20 يوم. أخذوا قرار بدخول صادرية كاملة عليها، وفعلا اقتحمنا هاي المدرسة، خلصنا النساء الأطفال، قتلنا منهم عدد كثير، أسرنا منهم عدد كثير. في مستوصف هداج كمان كان محصن. المستوصف كان محفور النفق من المستوصف لبعد الطريق الزفت على بستان الزيتون. كانوا يضربونا من بستان الزيتون ويرجعوا من بستان الزيتون على المستوصف. شجر زيتون مبين بس ما مبين عين شيء. هم كانوا يطلعوا يضربونا، يصير استشهاد للرفاق، إصابات بالرفاق، لكن إلا حددنا المعلومة الدقيقة أنه المستوصف كان في نفق من المستوصف على بستان الزيتون كانوا يضربوا علينا. بالنسبة للدشيشة كانت المحلات أكثرها كانت فيها سيارات مفخخة وسيارات عراقية، كانت هاي تبع الشرطة الاتحادية أكثرها كانت كلها تيجي مفخخة. فما نقرب على محلات أنه نفتحه، ما نقدر نفتح أي محل أو أي بيت إلا تصدر منه نار. إذا ما يصدر منه رمي ما نقدر نقرب عليه، لأنه نعرف كل شيء مفخخ. هاي المعركة الدشيشة هاي اللي شاركت فيها أنا، كمان كانت مشاركة جيدة وقاتلنا فيها. عرفنا شو معنى الحرية، ما هي الحرية اللي تطالب بها. الحرية أنك حرية رأيك، تحرير المرأة. هلا المرأة كانت قبل عبيدة، أو على أيام داعش صارت أكثر عبيدة. تغطاية يغطونها، ممنوع تطلع صابعك، وبدك تنزلي على الشارع معك محرم، وإذا ما في بدك تنجلدين. كانوا يضربوا النسوان هون بالشدادي، كانوا يضربوا النسوان. واحد سعودي من السعودية يجي يضرب مرأة قدام، يضرب مرتك قدامك، أو تونسي أو جزائري أو شيشاني أو أفغاني. كان في حسبة للنسوان يأخذون يجلدونهن هون بالشدادي. حتى رمي بالحجر، حتى رمي بالحجر. يقول لك مثلا هاي ذات أخلاق سيئة، يرموا يحكم عليها بالرجم. فهون كان لهم مكتب إعلامي بالشدادي، كان يوميا حاطين شاشة، طبعا هو ناشر على شاشة كبيرة، يجيبوا يجمعوا هالأطفال يشوفوهم شلون يذبحوا بالعالم. هو هذا الطفل بدال ما تعلمه على شيء يبني بيه مستقبله ويبني بيه وطن ويبني بيه بيت ويكون بيه أسرة، أما بتعلموا على شلون الذبح، وين يحط السكين، وين أي جيل هذا اللي بده يطلع، جيل قتله. لحد ما اجى الرفاق، وممنونين كثير الرفاق
انه يوم اجوا حررونا ودخلنا مع بعض وبايد وحده وانجزنا على هذا التنظيم. طبعا معركة مرقدة طلبوا الرفاق مؤازرة، قمت شغلت سيارتي ومريت على واحدة من القطعات، أخذت رفاق وطلعنا على مرقدة. وصلنا، كان في جنازة قدامنا تمشي، طبعا شخص مدني ميت جايبينه وفي جنازة تمشي قدامنا. وصلنا، كان في رفاق هنيك، سألناهم شو القتال، قال والله القتال حامي، يعني كر وفر، لأنه مرقدة جبل كبير، وهن كان حافرين أنفاق كثيرة بالجبل. فقال احنا هون بالمكان هذا هي مرقدة، نزلنا قسم من الرفاق وقسم تاخذوا على مرقدة الشرقي، هنيك بدهم لأنه صاير برية. النقطة اللي موجودين فيها الرفاق مرقدة الشرقية صايرة من طرف البرية، وهني عم يهاجموا يوميا بالليل. فهنيك شما نكثر عدد للرفاق يتغلبوا ويكون عندهم قوة أكثر. فنزلت 4 وخليت معي 5. كان في رفيق واقف على أول الطريق الجسر، سألته إنه الطريق شو وضعه؟ قال هاي سيارة للرفاق اجت، طريق كويس. قلنا اي تمام. هن كانوا لما سيارة الرفاق طلعت من بعد الجسر، هن كانوا يزرعوا باللقم. هون الوقت اللي أنا بيني وبين سيارة الرفاق تقريبا بيها ربع ساعة. هن كانوا زارعين اللقم، مادين الكبل تبع اللقم، زتوه على الطريق وراحوا. جيت أنا، انفجر فينا اللقم. أتذكر فجرت اللقم بدايته بس، أما بعد ما انفجر ما أتذكر، إنه صارت الدنيا خضراء حمراء سوداء هيك بهيك الألوان. بعدها صحيت بمشفى الشهيد سارية بعد 12 يوم. سألت، استفسرت وين اللي معاي؟ قال اللي معاك استشهدوا. شلون صار؟ سألته إنه شنو؟ قال داعش كان زارع لقم، أنت قبل ما توصل هن كان زارعين اللقم وأنت جيت أول واحد على اللقم. سألت عن الرفاق اللي معي استشهدوا إنه أهلهم شلون وشو. قال بالعكس، هن جماعة يقول لك هذا معركة وحرب، بدأت تروح فيها خسائر، تروح إيدك ورجلك وتروح روحك وتروح كل شيء، هاي حرب. تميت بالمشفى تقريبا شهر. كان معاملة الرفاق كثير جيدة 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 جدا بالمشفى. بعدها أخذوني على مشفى ديريك. من مشفى ديريك طلعنا على باشور. أخذونا على أفضل المشافي، أخذوا فرغوا عيني، فرغوها. طبعا أنا إصابتي بعيني وإذني و13 شظية بالرأس وكسر بالفقرات. أخذ قياس العين، حدد لي موعد بعد شهر أجي لعنده، في معالجات أدوية بدي أخذها. بعد شهر رحنا ركبوا لي العين الاصطناعية. تميت مراجعات كمان لحتى يركض أو يستقر وضعك، وضع عينك وضع راسك. كان في شظية برجلي بالعظم كمان طالعوا لي إياها. معاملة جيدة كانت بشمال العراق. في رفيق كان مقطوعات رجليه من هون، وكنت أحاول إنه أزرع أمل عندهم. أقول له مثلا اللي مضروب طلقة أو ظهره مكسورة فقرة عنده أو ماكل إصابة، أقول له راح تمشي. يقول لي شلون؟ أقول له أنا كمان تصاوبت وهيك لكن مشيت. أزرع عنده أمل.
ما انه اكسر حطوم او امنيات او ازرع له امل انه خلاص بدك تمشي. بس حاول انك، انا اكثر الاحيان اقول له الامل نصف العلاج. الامل بالحياه او بالمشي او نصف العلاج. كنا نساعد بعض اكثر من الاخوان. ما كنا انه مثلا هذا ايده مقطوعه مثلا بده يلبس الايد، او رجله مقطوعه بده يلبس، احنا نساعده. احنا اللي ايدينا نساعد اللي ما له ايد، اللي إلنا رجلين نساعد اللي ما له رجل، نساعده على لبس الطرف، على الكرسي مثلا ما يقدر نشيله نحطه على الكرسي. ما في انه هذا لا ما تساعده او كذا، لا بالعكس. الرفاق زرعوا فينا شيء، انه لما نكون نحب بعض احنا راح نبني افضل مجتمع وافضل شعب. اما اذا بدنا نكره بعض، هذا هيك وهذا كذا وهذا سني وهذا يزيدي وهذا، انت هون حطمت كل الشعب، ما بنيت شيء. انت رجعت الشعب للعصور الاولى. انت ما بنيت الشعب بالقرن 2020. انت بالتفرقات انت ترجع الشعب للعصور الاولى. فاحنا المزروع فينا دائما، احنا بعد الاصابه كنا ناخذ كثير دروس فكر القائد، فلسفه القائد، تفسيرها كتب وتحليلها كتب، وتلاقي كل شيء فعلا مكانه. هلا القائد يقول لك النجمه مقابيل الدبوس. انت بتقول النجمه مقابيل الدبوس شلون؟ بدك تفكر بيها. انت هي النجمه، لكن ما وراءها شو هي؟ وراءها كتب وشيء قوي جدا. اما لما تطلع عليها تحطها هيك قد الدبوس، تحط الدبوس هيك تطلع عليها تسكرها. لكن هي لما تصل لعندها انت وصلت لعلم صعب انه انسان يصل. فهي يقولوا له النجمه قد يعني او نظر الدبوس او مقياس الدبوس. لا، هي النجمه انت لو وصلت لها هي معنات النجمه شو هي، انت شيء عظيم. اجوني على مشفى الشهيد سارية لما عرفوا انه انا صابت، كان في وقت الزيارات يجوا اهلي، حتى انه اتذكر والدتي قالت انه الشباب هون عندك والاطباء احسن من اهلك. هذا الشيء الواقعي اللي انا شفته كمشفى شهيد سارية، مشفى خابات، مشفى هذا الشيء اللي شفته انا، شيء نظافة، احترام، باسلوب يعاملونك باسلوب، يعني اسلوب كله اسلوب جيد، ما بيحسسك انه انت بمشفى. مع انه مرات اكثر الاصابين بيصيحوا من اصابتهم الالم، ما انه يتضايقوا من، يقول لك بدنا نطول بالنا لانه مصاب. احنا ما احنا مصابين، بس هو مصاب، احنا ما احنا حاسين به. هو يفكرنا احنا ما احنا حاسين به، لكن احنا حاسين به. فالاكثريه كان الكادر الطبي، الكادر الممرضين، يعني معامله فعلا جيده. اصابتي تعني لي يعني اذا نقول رمز غليل، واذا نقلنا شهاده كمان غليل. انا بالنسبه لي اصابتي تعني لي شيء لا يتصور الانسان، شهاده ورمز وامنيه. والعيني لما راحت وتصاوبت، انا تصاوبت بمعارك لتحرير شعب، لتحرير رأي، لإخراج جيل يبني مستقبل. أملي أفضل منطقة تكون هي روج آفا، أفضل جيل
يكون نابع ومتعلم ومثقف، ويكون تضحية نهاية كشهداء وكجرحى ما راحت على شيء فاضي. وروج آفا مثل ما دافعنا عنها على أكبر تنظيم إرهابي وراحت فيها عيني، مستعد أروح الثاني ولا أخلي روج آفا إلا تكون شامخة. نحب القائد لأنه هو بداخل المعتقل مهتم بينا، داخل المعتقل هو مهتم بينا، مهتم بشعبه، مو بس بالجرحى، مهتم بكل شيء القائد. فالقائد يعني مهما حكيت صعب أوصل لوصف القائد. القائد شيء عظيم.